السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي شاف هند كاشاني. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالف صحه وعافيه ان شاء الله. اليوم غنخدم معكم واحد النوع من لي بينيه ولا لي دونات اللي كيجيو رائعين. يعني كتقدروا تاخذوهم في المحلات بواحد الثمن مرتفع، فلما لا تحضروهم هكا في المنازل ديالكم الوليدات ديالكم، وكذلك المناسبات العائليه ديالكم بحال عيد ميلادات لي بوفي. يعني ضروري كنستخدموهم بزاف ديال المناسبات، غادي نحتاجهم ان شاء الله بواحد المقادير اللي هي بسيطه وناجحه، كيجيو رائعين ما شاربينش الزيت، خفاف خفاف لواحد الدرجه ما كتصورش. ان شاء الله ملي غتجربوهم غادي تردوا عليا في لي كومونتير. كيف ما كتشوفوا في الصوره جاو هائلين، تقدروا تزينوهم باش ما بغيتوا، يعني على حسب المناسبه اللي عندكم. طبيعة الحال كيبقى التزيين اختياري. كذلك اليوم ان شاء الله غنعطيكم الثمن باش تقدروا دوزوا هذا النوع اللي دونات الناس اللي كتخدم على راسها في المنازل ديالها. دوزوا المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه لهاد المقادير اللي غنعطيكم راه يخرجوا لكم واحد العدد ديال الحبات لا باس به، يعني واحد الكميه كافيه ان شاء الله للمناسبات ديالكم. هنا وضعت بيضه كبيره، وضعت واحد كاس ديال الحليب، يعني كاس العنبه ديال الحليب دافي، وضعت 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. بطبيعه الحال الحلاوه راه غتجي هي هذيك، الناس اللي بغات تنقص بطبيعه الحال راه غادا تنقص، سيرتو الا بغيتو تزينوهم بالشوكولا ولا شي حاجه حلوه، يعني 2 معالق راهم كافيين. هنا تقريبا واحد راس معلقه ديال الملح اللي كيبقى حسب الذوق، يعني ضروري خصهم يجيو لذاذ ويجيو هكا بنان. بطبيعه الحال هنايا غنضيف كذلك واحد معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين. هنا خلطت العناصر بطبيعه الحال حتى تنسجم مع بعضياتها. تقدروا تاخذوا هاد العناصر وتخلطوها في خلاط، يعني خلاط كهربائي. المهم من بعد ما انسجمت ديال العناصر غنضيف واحد الساشي ديال السكر فاني من فئة 8 غرام، وغنواصل بطبيعة الحال التحراك باش تنسجم لي العناصر كاملة. من بعد بطبيعه الحال هنايا هاد لي دونيت اللي قلت لكم راه كيجيو طريقه، يعني كيجيو خفاف بزاف ان شاء الله، وطريقه سهله وبسيطه، يعني ما كتحتاجش واحد المجهود اللي هو كبير بزاف. هنا غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه تقريبا. هنا غنحتاج واحد 5 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض الممتاز الخاص بالحلويات، يعني 500 غرام، ولكن نقدر نخدمها كلها كيف ما نقدر ما نخدمش بها كامله، يعني المهم على حسب الدقيق واش كيتشرب ولا لا. هنا كنبقى نضيف بشويه وانا كنحرك. غادي بطبيعه الحال نضيف خماره وحده من فئه 8 غرام. هنا دوزتها كذلك في الغربال بحال هكا باش لا كانوا شي حبيبات هكا يتحلوا ليا يعني بسهوله. وغنبدا نخلط العناصر، وانا كيف ما قلت لكم راني واضعه 5 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض مغربلاهم، وكنعاود مازال نزيد نغربلهم، يعني كنعبر ونزيد نغربل. يعني المره الاولى كنضيف تقريبا واحد 3 ديال الكيسان حتى كنخلط العجينه ديالي، عاد باش كنضيف بشويه هكا باش ما تجينيش العجينه يعني قاصحه بزاف وتخسر ليا العجينه ديال لي دونيت. يعني راه كتجي شويه واقفه حيت مازال غنزيدوا عليها الزبده ومازال غتزاد ترخف لينا، يعني كتكون واخا مرخوفه راه ماشي مرخوفه بزاف، يعني كتكون شاده في راسها. المهم هنايا ضفت تقريبا 3 د الكيسان، بديت كنجمع العجينه ديالي وغنضيف 2 كيسان اللي بقاو ليا في الاخر. تقريبا هزت ليا 5 د الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، يعني ما يعادل 500 غرام ديال الدقيق. المهم نتوما حاولوا تضيفوا غير بشويه هكا، وانتوما كتشوفوا العجينه ديالكم واش خاصه الدقيق ولا لا. كنبقى نحاول ندخل غير الدقيق بحال ما هكا في العجينه. من بعد ما كتجمع ليا هانتوما شوفوا كيفاش كتكون، يعني راه قاصحه واقفه ماشي مرخوفه. وغنوضع عليها تقريبا 50 غرام ديال الزبده، ما يعادل يعني واحد المعلقه كبيره بومبي ديال الزبده. بطبيعه الحال تكون الزبده من نوعيه جيده باش تجينا يعني، اولا يجيونا لي بيني ولا لي دونيت ديالنا يجيونا يعني بنان، يعني يجيونا لذاذ، ما يجيوش تكون فيهم الزبده مارغرين هكاك باينه فيهم. يعني من الافضل الا لقيتو ديروا زبده نوعيه جيده، ما لقيتوش بطبيعه الحال خدموا بالزبده ديال البواطه، راه حتى هي تقدر تخدم معاكم، ولكن دائما الافضليه للزبده الحيوانيه.
المهم هنا كنحاول هذيك الزبده نحاول ندخلها في العجينه، وانا كندخل هذيك الزبده كنحس بالعجينه ديالي بدات كترخف ليا، يعني كتكون شاده في راسها يعني واقفه، وفي نفس الوقت راها رطبه. ها نتوما كيفاش كتشوفوا، هذا هو يعني حاولت نوريكم الكاس ديال العنبه باش خدمت. يعني راه معروف كاس العنبه، يعني الكاس العنبه الكبير يعني معروف راه اي واحد يعني في اي في دار تلقى تقدري تلقاه، يعني المقادير كتكون به مضبوطه ولله الحمد. هنا خديت واحد الاناء اللي غنوضع فيه العجينه ديالي، رشيته بشويه ديال الدقيق بطبيعه الحال، وغنوضع فيه العجينه حتى تختمر بطبيعه الحال. للمره الاولى غنغطيه بفيلم اليمونتير وغنخليه حتى تضاعف الحجم ديالها تماما. كل ما خمرت لينا هاد العجينه ديال لي دونيس كل ما مزيان، يعني كتعطينا نتيجه افضل كتجي. لي دونيس ديالنا كيجيو اسفنجيين، كيجيو خفاف وكيجيو هكاك منفوخين. فغادي تشوفوا ان شاء الله العجينه كيف يعني ولات من بعد ما تضاعف الحجم ديالها. نتوما شوفوا كيف ولات. غنحتاج بطبيعه الحال واحد القطاعه. هنا لي دونيت ديالي غنديرهم شويه صغار، الناس اللي بغات ديرهم كبارين بطبيعه الحال لكم الاختيار. غادي ناخذ العجينه ديالي غنحاول يعني ما ندخلش فيها بزاف ديال الدقيق، غير القياس اللي غادا نقادها بهم. غنقسمها لجوج ديال الاجزاء، واحد الجزء غنلوي عليه الفيلم اليمونتير اولا الفيلم يعني اليمونتير ونخليه على جنب، وجوج بطبيعه الحال غنحاول ايطاليه بالمدلك. المهم البنات السمك ما يكونش رقيق بزاف باش يجيكم لي دونيز ديالكم يعني طالعين ومنفوخين. حاولوا ما امكن تقريبا السمك ديالهم على قد الاصبع ديالكم، تقريبا واحد السنتيم في العرض ديالهم اولا في العلو ديالهم. هنا قطعتهم بالقطاعه، وغنعاود نقطع الوسط ديالهم بواحد بهذاك البوق اللي كنخرجوا به الحلوى، يعني شي حاجه اللي هي عاديه. ها هما لي دونات ديالنا، هانتوما شوفوا كيف جاو، يعني كيجيو لا كيجيو هائلين صراحه. ساهلين حتى في الخدمه. العجينه اللي بقات ليا كنحاول نجمعها ونلوي عليها الفيلم اليمونتير باش ترخف ليا ونقدر نيطاليها من بعد. فهادوك الدويورات الصغار بطبيعه الحال ما غنعاودش نرجعهم هكا باش ما تقصحش ليا العجينه، غنخليهم حتى هما حتى نقليهم. قطعت هنا بطبيعه الحال ورق الزبده، قطعته المربعات بطبيعه الحال، ووضعت فيه الدونيت ديالي باش يسهل عليا القلي ديالهم. غنخليهم يختمروا المره الثانيه. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجيو، يعني من بعد ما اختمروا كناخذ الزيت. هنا وضعت الزيت فقط في كاسرونه، علاش؟ باش يجيني الزيت شويه عالي ونخدم غير بكميه قليله ديال الزيت. كنخليه يسخن بطبيعه الحال. كنرمي الدونيت ديالي في الكاسرونه يتقلاو. يعني كتحيدي هذاك الورق ديال الزبده، راه كتزوليه بكل سهوله، كترخفي عليه غير شويه بين ما شدت في راسها، وكتزوليه من الجنب بكل سهوله. تقدري بطبيعه الحال ما تخدميش به، تقدري غير ترمي يعني بحال تقلبي لي دونيت ديالك تقلبيهم على الزيت فقط. فانا فضلت نخدم بهذه الطريقه، كتجيني عمليه، كتجيني سهله بطبيعه الحال. الناس اللي بغات تحتفظ بورق الزبده باش تخدم به مره اخرى بطبيعه الحال غير ترمي لي دونيت، راه ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه، غير ترميهم في الزيت وتخلي هذاك الورق الزبده باش تخدم به مره اخرى، يعني باش تقتصد فيه. انا راه في ساعه يعني العافيه ما تكونش مجهده وما تكونش مرخوفه. الا كانت مجهده راه غتلس عليكم وما غطيبش من الداخل، ولا كانت مرخوفه راه غتجيكم شاربه الزيت. يعني العافيه تكون متوسطه، وحاولوا ما امكن يعني تحضيوهم تكونوا حداهم. اين فوا تبان لك تحمرت لي دونيس ديالنا تحمروا من التحت، كترشي عليهم شويه في الوجه ديالهم شويه الزيت صافي، وتعاودي تقلبيهم الجهه الاخرى. راه طريقه سهله وبسيطه وكيجيو رائعين. كما كيجيوش شاربين الزيت، كيجيو خفاف. كنبقى هكاك حتى نكمل الكميه اللي خرجت ليا كامله، وراهي كما قلت لكم كميه لا باس بها، يعني تنفعكم في المناسبات ديالهم. اللي بغى يضاعف المقادير راه يضاعف المقادير. بالنسبه للكويرات اللي شاطوا ليا يعني شاطوا ليا قبيلتهم راه قليتهم يعني باش هكا تعطيهم للوليدات. اما لي دونيت ديالي كيفاش كيجيو راه من النظره كيبانوا لك كيجيو يعني خطيرين، خفاف وما شاربينش الزيت. كيجيو هائلين. غنحاول غنفتح غير هذيك يعني شي وحيده ولا هكا دوك الوحيدات الصغار اللي كنت قليت، غنحاول نفتحهم لكم من الداخل باش تشوفوا كيفاش كيجيو خفاف وسفنجيين، كيجيو هائلين. هنا بطبيعه الحال كيبقاو قبل التزيين، وتقدروا تزينوهم باش ما بغيتو بطبيعه الحال بكلاصاج بالشوكولا. ها نتوما شوفوا كيفاش هما باقيين سخان. ها نتوما كيجيو سفنجيين وكيجيو خفاف ما شاربينش الزيت، كيجيو هائلين. جربوهم، راه المقادير بسيطه وكذلك طريقه التحضير ابسط مما يكون. يعني تقدروا تخدموا
تخدموا بهم. يعني هاد لي دونيس راه ساهلين بزاف، وكيعطيوك واحد الكونتيتي اللي لا باس بها، وكيجيو هائلين. هنا انا زينتهم بالشوكولا فقط، ضفت لها شويه الزيت وزينتهم. يعني التزيين كيبقى حسب اختياري. بالنسبه لهاد لي دونيت راه كدوزوهم طبيعه الحال بين 5 حتى 6 دراهم على حسب التزيين اشنو درتي فيهم، حتى العقيق راه هو ساوي الثمن ولا شي حاجه اخرى. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو